معظم الناس فاكر ان البراند هو اللوجو بس. دي مش غلطة بسيطة، دي غلطة شنيعة بتكلف البيزنس بتاعك فلوس كتير جدا. اللوجو هو مش مجرد بس شكل وصورة والوان، لا، اللوجو بيعبر عن البراند بتاعك، بس البراند بتاعك هو اعمق من كده بكتير. البراند بتاعك هو الشعور اللي عاملك بيحس لما يفكر فيك قبل ما يشوف اللوجو بتاعك اصلا. فكر في الصيدلية مثلا في الحي بتاعك، لو عملت لوجو جديد فاخر للصيدلية دي، هل الناس هتثق فيها اكتر وانت تعبان ومحتاج دواء بسرعة؟ اكيد لا. اللي بيخليك تثق فيها او انك جربتها قبل كده، حسيت بالامان، الخدمه بتاعتها كويسه، خدمه ما بعد البيع كويسه، الدكاتره فيها ثقه. ده البراند بتاعك مش اللوجو. لو بتبدا بيزنس صغير دلوقتي، ما تضيعش وقتك وفلوسك في لوجو مثالي من اول يوم. اصرف وقتك على حاجات اهم بكتير، زي مثلا عميلك ازاي بيحس بالخدمه بتاعتك، ازاي بيتعامل معاك، خدمه ما بعد البيع، خدمه الامان، التعامل مع الفيزا، التعامل مع الموقع بتاعه، سرعه الفتح والقفل بتاعته. كل دي حاجات مهمه جدا تفرق البيزنس الصغير عن البيزنس الكبير. البيزنس الكبير دايما بيكون اصلا الحاجات دي بالنسبه له من المسلمات، وعنده عملاء كتيره وعنده قاعده جماهيريه كبيره، لكن انت مش حمل تخسر عميل واحد بس. لو الفيديو ده فادك احفظه، وفكر ايه الشعور اللي عاملك يحسه لما يجي يبدا مع البراند بتاعك. وبس كده، شكرا، سلام.